علاش حبست وشنو هما الصعوبات اللي كانوا عندي شحال هادي، علاش رجعت وشنو هما الصعوبات اللي عندي انا دابا. السلام عليكم الخوت، صافا بخيرين هانيين لاباس عليكم مزيان ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله جيت نعاود لكم على ليكسبيريونس ديالي مع يوتيوب. كنت بديت شحال هادي ومن بعد حبست ومؤخرا عاوتاني رجعت. علاش حبست وشنو هما الصعوبات اللي كانوا عندي شحال هادي، علاش رجعت وشنو هما الصعوبات اللي عندي انا دابا. شنو اللي كان عندي شحال هادي، شنو اللي ما كانش عندي يقولوا، يعني ما كانش عندي ماتريال شحال هادي. كنت كنخدم كنصور غير بالتليفون، مي دابا كنصور بكاميرا. شحال هادي كانت شويه الامور صعيبه. كنت كنصور في البيت الاخر، نخلي لكم لا فوتو دابا غادي تشوفوها. كنت كندير الجرين سكرين. جرين سكرين هو توب خضار، كنت كندير ليه واحد الكادر ديال العود باش نلصقو في الحيط ونخدم به. شنو كنت كندير في الباك جراوند، كنت كنصايب واحد السيت اب كنعلق فيه التصاور ديالي وهذا. المهم نخلي لكم التصويره دابا باش تشوفوها. كنت كنقادو زعما على اساس انه راه فيتي زعما كان شويه الامور صعيبه، مي دابا انفيستيت شويه فلوس في ماتيريال بالنسبه ليكليراج وكاميرا وحتى الديزاين ديال البيت وهذا، حيت ما كانش عندي بيت يلاه ولا عندي البيت دابا. شحال هادي كنت كنصور فيديوهات. الطريقه اللي كنت كنصور بها كنت نقلب على شي قصه تكون حقيقيه، يكونوا فيها دلائل ويكونوا فيها هذا اللي غادي تكون موثوقه. وكنت كنشوف لي ديتاي وهذا. المهم كانت خدمه حتى شي حاجه ما سهله، يعني كلشي صعيب. انا حيت عز عليا الكونسيبت ديال القصص. المشكل اللي كان عندي هو كنت ما كتبانش فيا زعما مرتاح قدام الكاميرا. انا حيت نورمالمون شنو اللي كيعجبني نكون كندير المونتاج ونكون كنصايب شي حاجه في الجرافيك في فوتوشوب ولا في اليستراتور، تما هذه الراحه ديالي قدام الكاميرا. انا دابا راه كنهضر قدام الكاميرا وانا ستريسي، حيت كنصور بالليل. دابا راه تقريبا شحال الساعه دابا 12 دابا ديال الليل. نورمالمون كنصور حتى لوحده ولا لجوج. المهم بانت لي القضيه ساقله، داكشي علاش بديت كنصور دابا. نخليكم تعرفوا على لاشين ديال اليوتيوب ديالي هي الاولى ومن بعد نكملوا ان شاء الله. المهم هذه هي لاشين ديالي عمر بوتيفو. الفيديوهات اللي ديجا كنت كنلوح شحال هادي راه مسحت منهم بزاف. كان تقريبا عندي شي 15 فيديو ولا 20 فيديو. المهم مسحت بزاف، خليت غير جوج هما اللي بانوا لي فيديوهات نقيين ويستاهلوا يبقاو في لاشين. داكشي علاش خليتهم. تقريبا راه اكثر من عام دابا باش لحت الفيديوهات. عندنا القصه الاولى هي قصه بعض الله. صراحه قصه اثرت فيا، ولكن المشكل اللي لقيت ماشي اللي لقيت، اللي اكتشفت من بعد ما صورتش حيت كان هو اول فيديو غادي نصور. المشكل اللي لقيت هو كنت كنهضر بشويه لدرجه انه زعما راه غير المايك اللي كنت خدام به ديك الساعه هو اللي عتق الموقف، هو اللي خلى الصوت ديالي يخرج بحال هكا. الا دخلت للفيديو دابا غادي يبان لكم صوتي شويه مزير حيت كنت كنهضر بشويه. اغرى واش غنقول لكم الخوت. وليد مشى للدار، كان جامع شي فلوس باش يوجد العرس ديالو، فاذا به كيهز هذوك الفلوس اللي القدر ديالهم 27000 ريال. اي 27000 ريال. تعذب وتكرفص باش يجمع هاد 27000 ريال. هز هذوك الفلوس كامله ومشى عند صاحب الوالد ديالو وعطاهم ليه وقال ليه هاكا عمي اصبر عليا واحد شويه باش نكمل لك الفلوس. مشى للدار وليد، تلاقى مع الاب ديالو ساق الاخبار، بدا كيبكي. عمي عبد الله بدا كيبكي، ما قدرش يصبر. عجبو داك لو جيست وبقى فيه الحال في نفس الوقت. عمي عبد الله خرج من الدار ومشى. هذه غير لقطه من القصه، حتى تدخلوا تفرجوا فيها. قصه زوينه صراحه. هذا السيت اب ديال بيسون مع نور اسلام، ديديكاس لخويا نور اسلام. كنت مشيت صورت عنده. هادي ماشي الجرين سكرين، انا نوريكم التصويره ديال الجرين سكرين. هذا هو البيت اللي قلت لكم كنت كنصور فيه، والجرين سكرين راه هي كنت ندير لها كادر ديال العود. المهم كنت كنصور غير في التليفون، ولا كليراج كنت كندير واحد الليد طويل اللي كيدار ديال الجور عادي، هو اللي كنت كنديرها. كدير ثلاثه جوج ضاربين في الجرين سكرين وواحد كيضرب فيا انا. وهذا فيديو من الفيديوهات اللي مسحت. المهم بغيتكم تاخذوا غير فكره على لاشين ديالي. انا نورمالمون كنرتاح في القصص، ولكن هاد الرجعه اللي رجعت ان شاء الله غادي ترجع رجعه قويه ان شاء الله. غادي كل ما هو مفيد، يعني قصص نصائح معلومات اي حاجه مفيده، مواضيع الساعه اللي عندها اضافه. ماشي غادي نصور حيت بغيت نصور وصافي. مرحبا بكم في القناه. الا كنتو باقيين ما اشتركتوش مرحبا بكم، اشتركوا في القناه اش كيقولوا فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كاع الفيديوهات اللي كنلوح. ومرحبا بكم. الصعوبات اللي عندي دابا هو صراحه ماشي شي حاجه، ولكن عندها علاقه بمورال، عندها علاقه بسيشيكمون. هاد الرجعه اللي رجعت يعني داك الحماس اللي عندي بقوه ما انني خايف لن نستعملو في شي طريق اللي
زعما ماشي صحيحه، كنحاول نركز على لي ديتاي. بحال مثلا انا في بالي شي موضوع، انا قبل ما نرجع قديت 20 موضوع. الموضوع الاولاني هو اللي لحت مؤخرا، كيفاش تزور 3 دول اوروبيه بميزانيه صغيره. هذا الفيديو هذا قديت لي سكريبت ديالو، قديت لي الاخراج ديالو، قديت ليه المسائل يعني الموشن جرافيك اللي غنخدم فيهم، والفيديوهات اللي غادي نخدم بهم باش نوصل الرساله ديالي. الصعوبات اللي كنلقى هو ملي كنبارطاجي مع الاصدقاء ديالي والناس اللي قراب، وهذا كنبارطاجي معاهم الموضوع قبل ما نصورو. اش كيوقع ليا الناس اللي كنبارطاجي معاهم هما قرابين ليا، وكنشوفهم زعما كفء انهم غادي يرشدوني ويعطوني نصائح، ونعرف الراي ديالهم قبل ما نلوح الفيديو اولا قبل ما نصورو. كنلقى كل واحد والشخصيه ديالو. كاين الناس اللي كنبارطاجي معاهم الموضوع وكنحاول نوصل لهم الفكره ديالي، ولكن شنو كيوقع؟ كيتخيلوا هادشي زعما راه مزيان، كيتخيلوا داكشي اللي كنقول لهم على اساس كيتخيلوا فيديو زعما راني صورته هذا، حيت كنقول لهم لي ديتاي كيعجبهم، يعني كيعطيوني الراي ديالهم. عجبهم ما عجبهمش عادي، زعما مزيان بخير. يعجبهم كيقول لي عجبهم، ما عجبهمش راه كيقول لي انا ما عجبهمش. المشكل فين كنلقاه في بعض الناس اللي قرابين ليا زعما ماشي وعزاز، ديديكاس ليكم، كتكون شخصيتهم فيها النقد. ملي كنقول لهم الفكره ديالي ولا الموضوع اللي بغيت نخدم عليه، الا ما عجبهمش كيقنعوك. يعني ديك اللعبه ديال ماشي كيعطيوك وجهه النظر ديالهم، مي كيقنعوك باش ما ديرش هذاك الموضوع حيت ما عجبهمش، فهمتي؟ دونك هاد البلان هذا كيعنكشني شويه في المورا. بحال مثلا الا ناقشت معهم الموضوع في الصباح ولا غادي نصور بالليل ما نقدرش، كتبقى الهضره ديالهم كدور. علاش؟ حيت الاسئله اللي كيتسولوا صعاب، والطريقه باش كيوصلوا للميساج كتكون صعيبه. دونك شنو استفدت باللي ما غاديش نبقى نبارطاجي المواضيع اللي غادي نخدم عليهم، نكون انا مقتنع بهم، يكونوا عاجبيني، حتى نصورهم وديك الساعه نوريهم ليهم، وديك الساعه نشوف الراي ديالهم، وكيبقى انني راني درت هذاك الفيديو. وديك الساعه واش غنرتاح باش نلوحو ولا لا، تشوف الوقت ديك الساعه اللي غادي تحكم. الفيديو الاخراني اللي خليكم تشوفوه هو موضوع سياسي وصراحه خلعني شويه. علاش؟ حيت انا في النورمال ديالي ماشي ما كنهضرش في السياسه زعما، ولا ما كندخلش في السياسه. واش كتعرف بلي الاف ديال العائلات باقيين كيتسناو شي اخبار على الحباب ديالهم؟ شنو واقع دابا؟ السجن سيد نهار المعارضه السوريه قادره تسير المرحله الجايه. المهم غير باش تاخذوا فكره على الفيديو اللي لحت، دخلوا دخلوا تفرجوا فيه وعطيونا الراي ديالكم. صافي. دونك هادشي اللي كاين حاليا، زعما هادو هما المشاكل اللي عندي. والمواضيع صراحه كاين مشكل في المواضيع زعما اللي غادي نصورهم ونلوحهم، حيت انا داير واحد البروغرام ديال كل خميس ان شاء الله غادي نلوح فيديو ان شاء الله في يوتيوب. بالنسبه لي ريزو سوسيو يعني السوشيال ميديا، فيسبوك ولا انستغرام، بغيت نلوح فيهم كل نهار، وكل نهار شويه صعيبه. وحتى في فيسبوك فيديو في السيمانه صعيبه عليا زعما كبدايه، من ناحيه الوقت ومن ناحيه اختيار المواضيع اللي غنخدم عليهم، والوقت اللي كيتستغرق زعما باش تقاد سكريبت وباش هذا. واخا كاينين بزاف ديال المواقع اللي كيسهلوا هادشي بحال الذكاء الاصطناعي وهذا، ولكن زيد عليا شي حاجه تكون حقيقيه، ما زدش عليا شي حاجه اللي فيك. ما كنحسش براسي مزيان الا كنت كنقول شي حاجه خياليه ولا شي حاجه. دونك خصني ناخذ المواضيع اللي كتكون حقيقيه وتكون عندها افاده، نوصل بها الميساج ديالي. هادشي اللي كاين. كنتمنى لا فيديو يكون خفيف ظريف. ومرحبا بكم. الا كنتو باقيين ما اشتركتوش في القناه مرحبا بكم. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما كرهتش نسمع الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم والنصائح ديالكم في لي كومونتير، راه كنقرا كل شيء. وشكرا. تشاو